بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا بكم النهاردة في فيديو جديد من فيديوهاتنا. هنتكلم النهاردة عن فنانات من الزمن الجميل متعونا بفنهم وجمالهم وبروحهم الحلوة. هنشوفهم النهاردة في أحدث ظهور ليهم بعد اختفاء دام أكتر من 20 سنة، وهنعرف مين فيهم لسه على قيد الحياة. يا ريت تتابعوني، وهنبتدي بالفنانة الجميلة أمال رمزي اللي اتولدت في 6 يونيو عام 1933. اسمها الحقيقي كمالات عباس نسيم، وكمالات هو اسم تركي أطلقوا عليها جدها. اتولدت في الإسكندرية وحصلت على دبلوم تجارة، وبعدها اتجهت لعالم الفن واتجوزت من المخرج كمال صلاح الدين، لكنها انفصلت عنه. أول عمل فني ليها هو مسرحية البيجامة الحمراء سنة 1937 مع الفنان القدير عادل إمام وأبو بكر عزت، وشاركت كمان في فيلم إشاعة حب، وكان عمرها في هذا الوقت 21 سنة. شاركتها في فيلم للرجال فقط، وفتوة الناس الغلابة، وغيرها. كل دي أفلام شاركت فيها. أما المسرحيات اللي شاركت فيها: حب ورشوة ودلع، حكاية 3 بنات، اختارت اسم رمزي من حبها للفنان أحمد رمزي. وقالت كمان إنه كان إنسان راقي جدا على المستوى الشخصي، ويوافق على منحها اسم أول الاسم بتاعه أول ما عرضت عليه. ماري منيب كانت بمثابة أم ليها، ونصحتها إن هي ما تتطلقش من جوزها علشان وجود خلافات ما بينهم كانت دايما موجودة، وإن هي تحتفظ دايما بعملها، لأن هو العمل هينفعها إذا حدث الانفصال. ولكن الزوج طلق رمزي بعد 25 سنة جواز، وكتب ثروته كلها لأولاده من مراته الأولى. ولولا عدم تركها للفن ما كانتش قدرت تصرف على نفسها، واللي نصحتها بعدم ترك الفن من أجل الجواز كانت الفنانة عقيلة راتب. وكان آخر أعمالها كان الكبريت الأحمر سنة 2016، وهي حاليا بتبلغ من العمر 92 سنة. نيجي بعد كده للفنانة القديرة إجلال زكي، صاحبة دور نادية في مسرحية سك على بناتك، واللي اتولدت في 28 أغسطس سنة 1951، وحصلت على ليسانس آداب، وبدأت مشوارها من خلال المشاركة في برنامج ماما سميحة، وأشهر أعمالها سك على بناتك، وشاركت في فيلم قاهر الظلام، وكمان في مسلسل عائلة شلش. اتجوزت 3 مرات، وسبب ابتعادها عن الفن هو الأزمات القلبية اللي مرت بيها نتيجة حبسها الظلم في قضية دعارة اتحكم عليها فيها ب7 سنين سجن، لكن تم بعد ذلك ثبوت براءتها في الفترة اللي اتحبست فيها. تخلى عنها الجميع، وكان وفاة ابنها الوحيد سبب في البعد عن الشاشة، وهي حاليا تبلغ 76 عام. الفنانة بثينة رشوان من مواليد 21 ديسمبر سنة 1972، واتخرجت من معهد علوم الإدارة والحاسب الآلي. والدها هو الفنان مصطفى رشوان، واكتشفها المخرج رضوان الكاشف بعد دخولها عالم الإعلانات، ويقدمها في فيلم ليه يا بنفسك سنة 1993. من أشهر أعمالها شرف فتح الباب،
وولاد الحلال وهوانم جاردن سيتي والعطار والسبع بنات، واتجوزت 4 مرات ولديها 4 أبناء. نفت أكتر من مرة إنها ليست ابنة الفنان رشوان توفيق، وعمرها الحالي 53 سنة. نأتي بعد ذلك للفنانة الجميلة نسرين، اتولدت في 20 نوفمبر سنة 1955، وهي متزوجة من الفنان القدير محسن محي الدين. حصلت على بكالوريوس في المعهد العالي للموسيقى، ومثلت في عدة أفلام أهمها الحفيد، أبناء للبيع، بديع مصبني. واعتزلت سنة 91 بعد إعلان زواجها من الفنان محسن محي الدين، وارتدت الحجاب، ولديها من الفنان ولد وبنت رنا وعمر، وتبلغ من العمر حاليا حوالي 70 سنة. نأتي بعد ذلك للفنانة كاريمان، اللي اتولدت في القاهرة في سنة 36، وبالتحديد في 18 ديسمبر، وعملت وهي طفلة في الإذاعة، وقدمت عدة أدوار أهمها مرات مدير عام، وسكر هانم، واكتشفها محمد عبد الوهاب، وخدعت المنتجة آسيا داغر لما شافت إعلانها عن وجوه جديدة لبس الكعب عالي وفستان عشان تبان أكبر من سنها، وتاخد دور قصاد كمال الشناوي في فيلم الحموات الفاتنات. وفضلت بعيدة عن الشاشة بعد اعتزالها، عشان كده محدش عرف عن حياتها الشخصية أي شيء، وهي تبلغ من العمر حاليا ما يتجاوز 90 سنة. نأتي بعد ذلك للجميلة ليلى حمادة وأختها ماجدة حمادة. اتولدت ليلى حمادة في 14 مايو سنة 1951 بالقاهرة، واكتشفتها ماما سميحة وقدمتها في برامج للأطفال. واتخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، واشتهرت بدورها في فيلم إمبراطورية ميم، وشاركت أيضا في اسكندرية ليه والمرأة التي غلبت الشيطان. واعتزلت بعد جوازها، وعادت بعد ذلك من خلال الإذاعة المصرية فقط. أما أختها الصغرى وهي ماجدة حمادة، والتي اتخرجت من قسم لغات شرقية في كلية الآداب جامعة القاهرة، واتولدت في 12 يوليو عام 54، ومثلت في مسلسل ليالي الحلمية، وبدأت برضو من خلال ماما سميحة وبرامج الأطفال. واعتزلت بعد جوازها زي أختها بالظبط، وعادت مرة أخرى من خلال مسلسل رأفت الهجان وضمير أبلة حكمة والشهد والدموع. وظهرت لهم صور مؤخرا وهم في عمر 60، وما زالوا يحتفظون بجمالهم رغم تقدم العمر. نأتي بعد ذلك للنجمة الجميلة إيمان الطوخي، وحقيقة زواجها من الرئيس الراحل حسني مبارك. اتولدت إيمان الطوخي في 11 يناير 58 بالقاهرة، وهي ابنة للفنان الإذاعي محمد الطوخي، وليس المقرئ زي ما بعض الناس قال. ودي كانت أول إشاعة عنها. اتخرجت من كلية الإعلام، وكانت متعددة المواهب، وأبهرت بصوتها العذب، وأمتعت الناس بتمثيلها في مسلسل رأفت الهجان، وكان أشهر أدوارها. شاركت أيضا في مسلسل بوابة الحلواني ودماء على الأسفلت والحكم آخر الجلسة وغيرهم. أطلق عليها أكتر من مرة إشاعة إن هي جوزت من الرئيس حسني مبارك، وكان سبب ابتعادها عن الفن
هي السيدة سوزان مبارك اللي أجبرتها على الابتعاد عن التمثيل، وده سبب ليها إزعاج كبير جدا، لأنها اعتزلت بسبب اضطهاد بعض المنتجين ليها وظهور إشاعات عليها كتيرة خلتها بتبتعد عن الشاشة. ولكن هي اتخطبت مرتين بس وما حصلش نصيب، ولم تكتمل أي قصة منهم بالزواج. ويقال إن كان سبب فشل الخطوبة التانية هو رفضها للخلفة، وهي حاليا بتبلغ من العمر حوالي 68 69 سنة، ولم تتزوج حتى الآن. ورفضت الفكرة تماما، رغم إنها كانت حلم شباب الثمانينات والتسعينات. ونأتي هنا للفنانة الجميلة الموديل ليلى شعير، صاحبة دور حبيبة أحمد رمزي في فيلم عائلة زيزي، اللي كانت دايما بتبقى قاعدة في الكوريدور بتاع الفيلا وهي بتلعب اليوجا. اتولدت في 18 يونيو 1940، درست في الليسي فرانسي، وبدأت مشوارها كعارضة أزياء سنة 1963. وفي عام 1984 نالت لقب ملكة جمال مصر، وكان أول أعمالها هو فيلم عائلة زيزي، وبعدها العريس يصل غدا، السمان والخريف، القاهرة في الليل. ابتعدت عن الفن بعد زواجها من الفنان عمرو الترجمان، وسافرت لباريس، واتجوزت للمرة التانية من رؤوف أبو صبع، وقالت إنه كان كل حاجة في حياتها وخسرت بعد وفاته كل حاجة. مرض زوجها ووالدتها في نفس الوقت خلاها تعتذر للزعيم عادل إمام عن فيلم عمارة يعقوبيان، وساعتها زعل منها جدا جدا، والدور راح للفنانة يسرى، وهي حاليا بتبلغ من العمر حوالي 92 سنة. الفنانة حياة قنديل اتولدت في 23 نوفمبر 51 بالقاهرة، وحصلت على دبلوم تجارة، وبدأت مشوارها الفني من خلال برامج الأطفال، وبدأت التمثيل في فيلم صراع الأبطال سنة 72، وتوالت أعمالها زي إمبراطورية ميم، الرصاصة لا تزال في جيبي، صوت الحب، حتى آخر العمر، ودائرة الانتقام، وغيرها. وقدمت أكتر من 30 فيلم. وابتعدت بعد زواجها من الفنان فكري أباظة الشقيق للفنان الدون جوان رشدي أباظة، وأنجبت منه بنتها شيماء. وكان آخر أعمالها قبل الاعتزال وادي الذكريات عام 81، وهي حاليا بتبلغ من العمر 84 سنة، وتعرضت لوعكة صحية كبيرة في 2020. نسأل الله الشفاء والعافية لها، ولكن كل من متعنا كمان نسأل الله له بالعافية. وبكده تكون انتهت حلقتنا. يا ريت اللايك والسبسكرايب وتكونوا دفعة للقناة، وشكرا لحضراتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.